السلام عليكم. اليوم غنوريكم كيفاش تحضروا الشباكيه. غنحتاجو كيلو تاع الدقيق، كاس تاع الجنجلان طحناه وغربلناه، جوج معالق كبار ما بين نافع وحبه حلاوه، هما طحناهم وغربلناهم، معلقه تاع القرفه صغيره، ونص كوزه، جوج خمارات حمرين، شويه تاع الملحه، الزيت درنا جوج كيسان تاع الزيت، وكاس لارو تاع الزبده ذوبناها وخلطناها مع الزيت، جوج معالق كبار ديال الخل، والماء العجينه درنا فيه شويه الزعفران. الا عندك الزعفران الحر ديريه، ما عندكش ديري الزعفران تاع الطياب، شويه الزعفران في الماء. غنشدو الجنجلان، نخلطوا المقادير الناشفين مع بعضياتهم هما الاولين. غنديروا هاد الكاس تاع الجنجلان، نديرو هذا راه النافع وحبه حلاوه طحنتهم ومخلطين بجوج، غنعبر منهم جوج معالق، هانت معلقات هكايا كبار، كاهما صافي بحال معلقه نافع ومعلقه حبه حلاوه، معلقه ديال القرفه صغيره باركه ديريها، معلقه صغيره بحال هكا. والكوزه درنا نص كوزه فقط، ما تكثريش الكوزه، نص كوزه في كيلو، جوج خمارات حمرين، كلشي المقادير يتخلطوا مع بعضياتهم، شويه ديال الملح، غير شويه، شويه ديال الملح، نخلطوا هذا العصير. بسم الله بسم الله. خلطي هاد العناصر اللي ناشفين مع بعضياتهم، ديريه هكا ينسجموا، ديري شي حاجه كبيره باش تخلطيه مزيان حسن باش ما يعذبكش. هكا بيدك هكا تنسجم مع العناصر مع بعضياتهم. صافي بحال هكا بقاي خلطي هكا تحسي بهم تخلطوا مزيان مع بعضياتهم. عاد زيدي ليهم الزيت والزبده، ندوزو نديرو الزيت، نكبو الزيت والزبده بشويه، حنا مخلطينهم هنا، نكبو بشويه بشويه غير بالقياس. هكا كبي بشويه بشويه حتى تكملي، كتبغي تمسس مزيان مزيان باش تجيك الحلوه مزيانه، مسيها مزيان. في بارك حنا كنملو الزيت والزبده ديالنا، ونبقاو نبسوها مزيان، ندلكيها مزيان يدخل مع هذاك الزيت والزبده. مع رمضان ان شاء الله قريب على الابواب ان شاء الله. نوريك كيفاش ديري الشباكيه، اللي ما كيعرفش عمره ما صاوب الشباكيه تعرفي الطريقه ديالها. خلطي مزيان وبسي مزيان، بحال هكا هي ملي خلطنا سيداتي، ها انت كتشوفي فيها كي ولات بسات، خلطيها مزيان تخلطوا لك، يدخل لك الزيت والزبده مع العناصر والدقيق مزيان.
صافي. وغندوزو نعجنوها بالماء اللي درنا فيه الزعفران والخل. الخل ما كنخوش فوق هاد العناصر، كنخلطوا الخل مع الماء ديما باش ما من الاحسن تخلطي الخل مع الماء. ها هي صافي، شتيها سيداتي يتوسط مزيان. صافي نعبرو هذا الماء اللي درنا فيه الزعفران، غنزيدو فيه 2 معالق كبار تاع الخل. عمرنا 2 معالق كبار تاع الخل. المعلقه الاولى المعلقه الثانيه. ونعجنو بحال هكا. بسم الله. صافي. العجينه ما ديرهاش مطلوقه بزاف، تكون عجينتها شويه قاصحه والقياس شويه، ما قاصحاش كاع بزاف. عينك ميزانك. كيلو تاع الدقيق كياخذ لك، كديري ليه كاس ونص ديال، تعبري بالكاس تاع العنبه. لو بغيتي تعرفي شحال تاع الماء بالضبط، ديري كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. هذاك هو صافي. بغا يعجن لك كيلو تاع الدقيق، كاس ونص ديال الماء صافي. نديرو فيه الخل ونعجنو به. جميعها. واخا تعبري بالكاس عينك ميزانك مع الدقيق، راه كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. واخا تعبري كاس ونص تاع الماء ودي البال. صافي بارك عليها. غادي نقطعوها بحال على شكل كرات، نغطوها بالسلوفان ونخلوها تطلق واحد شويه نخدموها هكايا. نديرو لها هكا على شكل كرات وخليها ترتاح واحد شويه، ضروري ترتاح شويه، وغطيها بالسلوفان. وحنا غندوزو نوريك كيفاش طريقه الخدمه، كيفاش تشكليها ديري تشبكيها. بسم الله. نشكلو نصور الشباكيه كيفاش نشبكوها، نوريكم كيفاش تشبكوها. ناخذوا هاد الكره تاع العجينه نطلقوها هكا بالدلاك. بسم الله. نقادوها هكا باش تجينا مقاده.
صافي بحال كنقطعوها بالموس، نقطعوها هكا شرائط بحال هكا هادو هنا هكا بحال هكا، تلقاها بحال هكا سيداتي. عاودي طوي واحد الخطره هكا. هذه هي الطريقه تاع الشباكيه. كنورقها شويه بالدلاك باش ما تفرتش لينا ملي ندوزوها في الماكينه، حيت الا دوزتيها في الوراقه وهي غليظه كتقدر تفرتت ليك مع العجينه ديالها. دروك ندوزوها في هاد الوراقه. بسم الله. هكا ورقه عاديه راه معروفه. ها هي العجينه بعد ما دوزناها في الوراقه. نشتيها هي هادي. هاد السمكه انا كنديرها في الرقم 3 على حساب الوراقه ديالك انت اللي عندك، راه كله ارقامها. هذه عندي كنديرها في الرقم 3. بحال هكا. بحال هكا ديري 5 شرائط يكونوا عندك بحال هكا، 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 بحال هكا يكونوا عندك. راهم 5 الخويطات بحال هكا. ها هما. نزيد نقطع واحده اخرى. ها 3 نوري باش نوريك كيفاش تشبكيهم. واللي ما كيعرفش يقطع بالجراره مزيان، ما كاين اللي ما عندوش خبره بزاف كيف قطع الشباكيه، كتشري بحال هاد المول، هاد القطاع هكايا كنقطعوا به، كتجيك الشباكيه قد كلها بحال كتقطعي به حتى هو. ديري ليه غير هك كيجيو كلشي بحال قد هاد الشباكيه قد هادي. ديري ليه هكا وغيبقى هاد السنان دخلينين ما كيقطعوش ليك دغيا. كديري ليه في الجرار هادي وكيجيو الشباكيه قد ها هو قطع علينا. شتيه؟ نعاود نزيدك واحده اخرى. هذا للسيدات اللي كيقول لك ما كتعرفش كيشرو الشباكيه ما كيعرفوش كيفاش يقطعوها، كتجيهم شي كبير شي صغير شي عوج، كديري هاد القطاعه زوينه. ها هي دارت لنا 5 الشرائط. ها هما بحال هكا قطعي بيه كما وريتك. اللي من السيده اللي ما كتعرفش تقطع بالجراره، ما كتحكمش تقطع بهاد الجراره، دير هاد المول تشريه راه موجود في الاسواق. كتعبريه الطول ديالو 8 سنتيم والعرض ديالو 6 سنتيم اللي فيه. الا بغيتي باش تجيك الشباكيه قد هادشي اللي غتشوفيه اللي غنشكل انا دابا، هادشي اللي قد هاد القياس زوين صغير في القياس. كديري ليه غير هكايا كما قلت لك وتقعديها بحال هكا وتشدي غير هاد الجراره ديالي هكايا صافي. غنوريك واحد الطريقه اخرى كنقولها الضفيره، كتجي زوينه حتى هي. كديري فيها غير 4 شرائط. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. بسم الله. نوريك كيفاش تشكلي الشباكيه. كتشدي هاد الخيط الاول وكتقلبيه فوق الخيط الثالث. هاد الاول كنقلبوه فوق الثالث. ها بقى هذا هنا وكنحدروه، نهزو هذا ونحدرو هذا وشدي هذا ديري ليه هك ني هكا خطره وعاودي الجوجه وديري له هكا وكمليها فوق المائده ديالك. شتي كي كتجي مديوره وتجي زويونه. ولا بحال قطعت انا بيدي بحال قطعت بهذاك المول تجيني هذا القياس. نقصي لها هاد الحاشيه الجوانب كتجيك هكا مديوره وزوينه. شتي كي كتجي سيداتي كتجي رائعه وزوينه. غنوريك وحده اخرى تاني باش تفهمي.
نوريك واحده اخرى سيداتي باش تفهمي مزيان. نهز هذا الخيط الاول نقلبه فوق الخيط الثالث هكا فوق الثالث، ونحدر هذا ونهز هذا فوق صباعي شتي، وندير له هك ونعاود نورك هك وندخلها من هنا من الوسط، ندير له هكا وقرصي بحال هكا، قرصي مزيان باش ما تحلش لك في المقله. الا بقاو هادو طوال ليك نقصيهم هك عا بيدك ولا بالجراره باش ما عجبك، ولا بقاو جاوك كاع قد هاد القياس ما تنقصيهمش، غير لا جاوك طوال اللي نقصيه. نوريك كيفاش تشكلي الضفيره اللي وريتك قلت لك فيها 4 الخويطات. كنهزها كنشدها وكندير لها، كنهز هذا الخيط ونحضر هذا ورا صبعي، واحد فوق صبعي واحد ورا صبعي بحال هكا، وكنشد هذا الراس هذا كندير ليه هيك وكتجيني هكا الضفيره على هذا الشكل هذا. ندوز نوريك كيفاش تخدمي الضفيره. نديرو نهز هذا فوق صبعي وهذا ورا صبعي وهذا قدام، ونشد هذا الراس ها هو ونخشيه كم بين دوك جوج خيوط، وحدين جوج من الفوق وجوج من التحت، نخشي هذا الراس من بيناتهم وندير ليه هكا نسعفها بيدي هكا تتقلبها شتيها هي جات على شكل ضفيره. دابا ندوزو لطريقه القلي. غير درنا الزيت في المقله حتى سخنت، ديري الزيت تسخن مزيان في المقلاه، ايوا عاد رمي فيها الشباكيه. بسم الله. ديري الزيت خصها تكون سخونه. الضفيره صافي نوريكم هذا والعسل درناه هنايا. هو العسل، هاد العسل راني صايبته بوحدي، يمكن لك سيداتي تصاوبي حتى نتيا في دارك بوحدك. ديري فيه، غنوريك في شي نهار في شي حلقه غنوريك كيفاش تصاوبي العسل، واخا يجلس عندك حتى عام ما يخسرش. ما يسكن الناس اللي كيولي ليهم بحال السكر كيخسر ليهم فوق الشباكيه، يولي بحال رشه على سنيده. وهاد الطريقه باش كنصاوبوه راه كيبقى ما يخسرش، واخا يبقى عندك حتى عام كيبقى بحال هكا عسل جيد ومزيان. غنديري فيه قطيرات تاع الزهر، روح الزهر بحال هاد القريه هادي روح الزهر، ديري فيه قطيرات ما تكتريش بزاف غير باش تنسمي داك روح الزهر. ما حينتي ما كنديروش الزهر في العجينه، ديري هكا قطيرات، ديري غير شويه على حساب. نخلطوه باش يتخلط مع الروح الزهر، تخلط لنا هي والعسل. ديري 10 القطيرات كاع قد هاد الكامله، نديرو فيها 10 القطرات كافيين. قلبي الشباكيه ديالك. دابا ندوزو باش نحيدوها من الزيت، لا تحرق لينا الضفيره ديالتنا كي جات. نشوفوها الا ما طابتش مزيان نخلوها شويه، باقي واحد شويه مازال. هي كتقلى. ديما وانت كتشبكي فخي الشباكيه هكايا، فخيها باش ما تجيش، باش يدخل لك ليها الطياب من الداخل. لا درتها ملصقه مع بعضياتها، شبكي كيما شتيني درت،
تقدر تبقى لك خضره من الداخل ودي ليها البال في الشباك ديالك، خليها مفخخه. صبري عليها شويه شويه تطيب، ردي لها البال تطيب ما تحرقش. نوركو عليها في العسل تدخل في العسل مزيان. نخلوها شويه تشرب لينا العسل ونحيدوها بالصحه والراحه. ها هي الشباكيه ديالنا، هي وسطيها وسط العسل. هذه هي الشباكيه ديالنا من بعد ما قليناها وطفيناها في العسل ورشينا عليها الجنجلان. هكا كتجي النيضر ديالها زوين وهشيشه وزوينه وشكلها زوين. جربيها سيداتي وصدقيني غادي تعجبك وبالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديوهات ديالي ديروا لي جيم ومشاركه للقناه باش تشجعوني ونزيدكم من الشهوات وان شاء الله وبالصحه والراحه.